المدرسة الأبيقورية كتعتبر من بين أهم المدارس الفلسفية اللي ظهرت في اليونان القديمة، وبالضبط في العصر الهيلينستي اللي كيبدا تقريبا بعد احتلال الإمبراطورية المقدونية للمدن اليونانية. هذه المدرسة كانت معاصرة لواحد المدرسة فلسفية أخرى تعرفنا عليها في الفيديو السابق، هي المدرسة الرواقية. هاد المدرستين معا كيجمع بيناتهم موضوع واحد وهو السعادة، ولكن كيختلفوا في طرق الوصول لهاد السعادة. فشكون هو مؤسس المدرسة الأبيقورية، وأشنو هي أهم الأفكار اللي جات بها هاد المدرسة، وكيفاش ممكن نوصلوا السعادة حسب هاد المدرسة، وأشنو ممكن نستافدوا من تعاليم الأبيقورية في حياتنا اليومية. المدرسة الأبيقورية تسمات بهذا الاسم نسبة للمؤسس ديالها أبيقور، اللي عاش في الفترة ما بين 342 و 272 قبل الميلاد. وفي سنة 307 قبل الميلاد غيأسس أبيقور المدرسة الفلسفية ديالو اللي كانت في الحديقة ديال المنزل ديالو. هذه المدرسة كانت مفتوحة في وجه عامة المحبين للفلسفة في مدينة أثينا اليونانية، وكان أبيقور كيتعامل مع التلاميذ ديالو كأصدقاء وكيتقاسم معهم القوت اليومي ديالو. هذه المدرسة غتستمر تقريبا ل6 قرون بعد أبيقور، وهذا الشيء اللي غيخليها تكون من بين أهم المدارس الفلسفية المؤثرة في تاريخ البشرية، حيث هذا المذهب الرواقي غيكون من بعد بمثابة الخلاص للناس اللي كيعانيوا من الألم في حياتهم، حيث غيبين لهم طريق السعادة اللي المنبع ديالها كينسجم مع طبيعة الإنسان. فكيفاش إذا ممكن نوصلوا لهذه السعادة الأبيقورية؟ هنا غيخصنا نهضروا أولا على اللذة عند أبيقور، لأنها هي طريق السعادة. اللذة عند أبيقور هي الخير الأسمى اللي خاص أي واحد فينا يحاول يبحث عليها، وخاص هذه اللذة ما تكونش لحظية، ولكن خاص نحاولوا نحققوا اللذات طويلة الأمد. وفي نفس الوقت خاصنا نديروا بالنا وما نبالغوش في البحث على جميع اللذات، حيث ممكن يؤدي بينا البحث المفرط على اللذات للألم في الحياة. واللذة عند أبيقور نقدروا نلقاوها في ما هو عقلي وكذلك ما هو حسي. فالعقل والتفكير والحكمة الفلسفية كتوصلنا لنوع من اللذة العقلية والروحية، كيف ما كيوصلنا إشباع الرغبات الحسية الجسدية كذلك اللذة حسية. هاد اللذة حسب أبيقور ممكن نحققوها إلا حنا تخلصنا من زوج ديال المخاوف اللي كيعاني منها كل إنسان. أول حاجة هي الخوف من الآلهة والعقاب الأخروي، وثاني شيء هو الخوف من الموت. أبيقور كيقول لنا باللي الخوف هو عائق قدام تحقيق اللذة في الحياة. داكشي علاش خاصنا نعتبروا الموت أنه شيء عرضي في حياتنا، شيء زائل، شيء ممكن أنه ينتهي، وهذا الشيء غيخلينا نستمتعوا بالحياة القصيرة اللي كنعيشوها. حيت إلا بقينا عايشين بالخوف من الموت غنكونوا مجرد أحياء أموات. فاش كنتخلصوا من هاد الزوج ديال المخاوف الإنسانية كنكونوا مهدنا الطريق للوصول للسعادة اللي كتشكل من متع الحس واللذات الباطنية، واللي كتمثل في الطمأنينة والابتعاد عن الانفعالات بحال الغضب أو الخوف. حيث أبيقور كيعتبر الإنسان هو واحد ذات كتكون من نفس وجسد، وخاصو ضروري يحقق الخير الأسمى للنفس والجسد معا، وهذا الشيء اللي غيخليه يحقق السعادة اللي كتنسجم مع الطبيعة الإنسانية ديالو. السعادة عند أبيقور عندها علاقة مباشرة بالرغبات ديال الإنسان في الحياة، وهنا أبيقور كيقسم الرغبات ل3 ديال الأنواع. النوع الأول هو الرغبات الطبيعية والضرورية للحياة بحال اللذة ديال الطعام والشراب. النوع الثاني هو الرغبات الطبيعية غير الضرورية بحال الأطعمة المترفة والولائم الكبيرة. النوع الثالث والأخير هو الرغبات غير الطبيعية وغير الضرورية بحال الرغبة في جمع المال أو الشهرة أو المناصب السياسية. النوع الأول حسب أبيقور أساسي باش نبقاو على قيد الحياة، والنوع الثاني كيخلينا نكونوا سعداء، أما النوع الثالث فيمكن للإنسان يتخلى عليه. واخا أبيقور كيأكد على الرغبات الحسية ودورها في تحقيق اللذة وبالتالي السعادة، إلا أن الطريقة باش كان كيعيش في حياته اليومية ومع التلاميذ ديالو كانت بعيدة على حياة الترف.
حيث كان كيعيش بسيط جدا، وأهم شيء كان كيقول به هو ضرورة الحفاظ على الاعتدال والتحكم في النفس والحفاظ على البساطة في الحياة. وكانت عنده واحد العبارة كيقول فيها: إذا كان القليل لا يكفيك فلن يكفيك أي شيء. فاش كنرجعوا لكتاب الرسائل والحكم ديال أبيقور كنقدروا نختصروا التعاليم الأبيقورية اللي كتأدي للسعادة في 4 ديال التعاليم تقريبا. أول عامل كيخلينا نوصلوا للسعادة هو دراسة الفلسفة والتفلسف، لأن الفلسفة حسب أبيقور كتخلينا نتخلصوا من الخوف من الموت ومن القوى الأسطورية. ودراسة الفلسفة خاص تبقى مستمرة مع الإنسان من الشباب حتى الشيخوخة. ودراسة الفلسفة كذلك حسب أبيقور كتخلي الإنسان يوصل لواحد الدرجة من الحكمة والتبصر اللي غتخليه يتعامل في مواقف الحياتية ديالو بكل ثقة في النفس. العامل الثاني عند أبيقور اللي غيخلينا نكونوا سعداء هو الصداقة، حيث هي وسيلة لتحقيق السعادة الإنسانية دائما. فالإنسان كيحتاج دائما لشي صديق يكون بجنبه يتبادل معاه الأفكار والمشاعر والتجارب الحياتية. ثالث عامل كركز عليه أبيقور هو التخطيط الجيد للحياة. وهنا كيقول لنا أبيقور باللي خاص نعرفوا كيفاش نتصرفوا في الحياة ديالنا، وما خاصش نخليو الحياة للمسار ديال العشوائية، حيث ممكن نسقطوا في الألم في أي لحظة. وأخيرا البحث عن الشعور بالأمان، واللي ما يمكنش يتحقق حسب أبيقور إلا في الحالة فاش كنبعدوا على مصادر الشقاء والألم، واللي غالبيتها كتكون في المناصب السياسية. والأمان يمكن لنا نحققوه مع الذوات ديالنا والأصدقاء المقربين لينا واللي كيشاركونا نفس الاهتمامات الفكرية والفلسفية. هكذا كنكونوا تقريبا تعرفنا على أهم الأفكار حول السعادة الأبيقورية. واللي ممكن نختموا به هذا الفيديو هو أن السعادة عند أبيقور حاولت ترجع القيمة للجسد واللي كانت مهملة خصوصا عند الرواقيين. فاللذات الحسية كذلك عندها دور كبير في تحقيق السعادة، حيث الإنسان ماشي غير روح أو نفس فقط، بل هو كذلك جسم عنده متطلبات. غير خاص الإنسان يكون حذر في التعامل ديالو مع الرغبات ويحاول يحقق التوازن اللي كيقول به أبيقور. هاد الأفكار الأبيقورية خلات واحد الصدى كبير في تاريخ الفلسفة، غيبان خصوصا في الفلسفة الحديثة مع الفيلسوف ديكارت وسبينوزا وغيرهم. هادشي كيبين القيمة الكبيرة لمثل هاد الأفكار في رسم طريق السعادة الإنسانية. شكرا لكم على المتابعة.